هل سمعتم بقرعة دوري الأبطال؟ هذا ليس مجرد حظ، هذا انتقام يكتبه القدر. رسمياً، ريال مدريد في مواجهة بنفيكا في ملحق دور ال16، لكن مهلاً، هذه ليست مجرد مباراة، هذه إعادة فورية للجحيم الذي عاشه الريال قبل 48 ساعة فقط. الخسارة بالأربعة، طيف مورينيو ومصير أربيلوا، كل شيء على المحك. ماذا سيحدث في ليلة الانتقام؟ تعالوا نحلل الكارثة والعودة. تخيلوا السيناريو. قبل يومين فقط، في ختام دور المجموعات، بنفيكا بقيادة الثعلب جوزيه مورينيو يسحق ريال مدريد بنتيجة 4-2. نعم، مورينيو لم يرحم فريقه السابق، ولم يرحم تلميذه الوفي ألفارو أربيلوا الذي استلم تدريب الريال حديثاً خلفاً لتشابي ألونسو. واليوم قرعة الملحق تضعهم وجهاً لوجه مرة أخرى. التلميذ أربيلوا الذي كان الجندي المخلص لمورينيو أصبح الآن مطالباً بإقصاء أستاذه لإنقاذ موسم الريال. فنياً، الريال في ورطة، لكنه يملك البرنابيو. في مباراة الأربعاء، دفاع الريال كان شوارع مفتوحة أمام مرتدات بنفيكا القاتلة. الحارس تروبن تحول إلى جدار وسجل هدفاً قاتلاً، ومورينيو لعب بواقعية دمرت خطط أربيلوا. لكن في الملحق الأمور ستختلف. مباراة الإياب ستكون في سانتياغو برنابيو، وهذا يعني شيئاً واحداً: الريمونتادا. أربيلوا يحتاج لتفعيل شراكة موبابي وفينيسيوس بشكل حقيقي، والتوقف عن اللعب بأسلوب مفتوح أمام فريق يتقن المرتدات مثل بنفيكا. توقعي؟ مورينيو سيحاول قتل المباراة في لشبونة مجدداً، سيغلق المساحات ويعتمد على الضغط النفسي على أربيلوا. لكن ريال مدريد جريح، والأسد الجريح في أوروبا لا يموت بسهولة. أتوقع تأهلاً قيصرياً لريال مدريد، ولكن بصعوبة بالغة قد تصل للأشواط الإضافية. أربيلو سيتعلم الدرس وسينتقم لمعلمه بإخراجه من البطولة. وأنتم، هل تتوقعون أن يكرر مورينيو الدرس أم أن شخصية البطل ستظهر؟ اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. القادم أقوى. مواجهة جوزيه مورينيو ضد ريال مدريد وألفارو أربيلوا ليست مجرد مباراة عابرة في كرة القدم، بل هي فتح لدفاتر قديمة مليئة بالجدل والإنجازات والتاريخ المشترك الذي يجمع هؤلاء الأطراف. فالمدرب البرتغالي هو من وضع حجر الأساس للهيكل العظمي الذي سيطر به ريال مدريد على أوروبا لاحقاً، وهو من كسر عقدة دور ال16 وأوقف هيمنة برشلونة بلقب الليغا التاريخي ب100 نقطة. لكن خروجه العاصف في عام 2013 وسط انقسام غرفة الملابس جعل عودته دائماً تحمل طابع إثبات الذات أو تصفية الحسابات القديمة. وعندما نتحدث عن ألفارو أربيلوا، فنحن لا نتحدث عن مجرد لاعب سابق، بل عن الجندي المخلص والرمز الأكبر للولاء لمورينيو. ففي ذروة الحرب الباردة داخل النادي، اختار أربيلوا صف مدربه علناً ضد الجميع، مما جعله يكسب احترام سبيشال وان للأبد الذي وصفه بالصديق الاستثنائي وليس مجرد لاعب. هذه المواجهة المنتظرة تمثل صراعاً كلاسيكياً بين الأستاذ وتلميذه المفضل، حيث نرى بصمات مورينيو واضحة في أسلوب تدريب أربيلوا الحالي مع شباب الريال، من حيث الشخصية القوية والشراسة الدفاعية واللعب على العامل النفسي، مما يجعل المباراة أشبه برقعة شطرنج يحاول فيها التلميذ إثبات أنه تعلم الدرس جيداً، مستخدماً أسلحة الميرنجي الهجومية ضد واقعية مدربه السابق. إنها باختصار قصة درامية بامتياز، حيث يقف الرجل الذي حارب الجميع لأجل مورينيو في الماضي وجهاً لوجه أمامه اليوم لحماية شعار ريال مدريد في سيناريو يخلط بين مشاعر الوفاء القديم وواجب الانتصار الحالي. فهل ينتقم الريال أم يكررها سبيشال وان؟